خلونا نشوف مع بعض شكل ال200 سعرة حرارية. صدقوني الإجابة ممكن تكون مفاجئة. لما نتكلم عن الشبع، مو كل السعرات الحرارية زي بعض. طيب ليش؟ خلونا نشوف. هذا الرقم 200 راح يكشف لنا الفرق الصادم بين كمية الأكل وقيمته. شوفوا، من جهة ال200 سعرة حرارية هي مجرب ملعقة ونص زيت زيتون، كمية بسيطة جدا. ومن جهة ثانية هي 4 تفاحات كاملة، يعني وجبة خفيفة تشبع من قلب. ممكن تكون حوالي ثلث قطعة خبز، يعني كمية ما راح تخلي الواحد شبعان لوقت طويل. أو ممكن تكون 3 بيضات مسلوقة مليانة بروتين، هذه أكيد بتعطي إحساس بالشبع. ال200 سعرة حرارية ممكن تكون شوية فول سوداني، يعني مجرد سناك سريع وخلاص. قطعة دجاج مشوي حجمها معقول، يعني جزء أساسي من وجبة كاملة. يعني الفكرة الأساسية هي إنه السعرات الحرارية زي الفلوس، عملة الجسم. وهنا السؤال، كيف ممكن نصرف هذه العملة عشان نأخذ أحسن قيمة غذائية؟ وهذه أمثلة توضح لنا تنوع الخيارات بنفس السعر من السعرات الحرارية. يعني الهدف مو الحرمان أبدا، الهدف هو الاختيار بذكاء. وهنا الزبدة، الفرق الحقيقي مو في الرقم، الفرق في إحساس الشبع. اختيار الأكل اللي يملي الصحن يساعد كثير في التحكم بالجوع بشكل أفضل. بعد كل هذه المقارنات، أي كمية كانت الصدمة الأكبر مقابل 200 سعرة حرارية؟